في فرق كبير ما بين رأيك في نفسك واللي الأرقام بتقولها عن نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن أحمد معاكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا بيهم أي رامي لسه مخلص المسابقة بتاعته ويسأل نفسه طب وبعدين. الحقيقة إن لحظة انتهاء المنافسة بتكون في مشاعر متلخبطة، تفرق من لاعب وآخر. إيه اللي أنا طلعت بيه من التجربة دي، سواء أنا كسبت أو ما كسبتش؟ في سؤال لازم تسأله لنفسك: أنا استفدت إيه؟ أنا استفدت إيه؟ النجاح حلو، مفهوش أدنى مشكلة، بس لو ما حللتش الأداء بتاعك حتى لو كسبت مستواك هيثبت. الخسارة أكيد بتزعل، بس بتفتح لك عينيك على حاجات محدش قالها لك. فإزاي تتعامل مع اللحظة دي؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. افصل مشاعرك عن تقييمك. مش لأنك خسرت تبقى فاشل، ولا كسبت يبقى أنت كامل. الكمال لله وحده. أنت بتقيم أدائك كلاعب مش كإنسان. راجع أدائك بالأرقام، بالفيديو، بشهادة الناس اللي بتفهم. في فرق كبير ما بين رأيك في نفسك واللي الأرقام بتقولها عن نفسك. أنا عايزك تكتب بعد ما تخلص 3 حاجات كويسة أنت عملتها، و3 حاجات أنت محتاج تتحسن فيهم. هي المنافسة أكيد خلصت، بس الرحلة لسه ما خلصتش. قول لنفسك: أنا طريقي لسه ما خلصش، أنا لسه في أول الطريق. وأهم نقطة إنك لازم تريح دماغك وتريح جسمك بعد كل منافسة. ده مش ضعف، ده ذكاء، لأن أوقات الراحة هي اللي بتحول التجربة لدرس حقيقي. وفي الآخر أنا عايزك تسأل لنفسك سؤال مهم جدا: هي المنافسة دي كانت محطة ولا نهاية؟ لو كانت محطة يبقى أنت ماشي صح. وكنت معاكم أحمد شعبان، ودي رسالتي لأي حد عايز يعرف المعنى الصح للمنافسات.